انما بطولة افريقيا دي اول مرة. فانت تخرج اللعيبة دي من خلال تدريبك ليهم. الاهلي والزمالك لعبوا كتير مع بعض، دوري نهائي كاس نهائي سوبر، يعني ممكن تكون بطولة مجمعة مثلا. تديهم الثقة مش المحاضرات، خلي بالك، لان في مدربين اساتذه في حته اللي ايه كل نص ساعه محاضره. شافك مثلا بتهرج يقوم جاي عامل محاضره، ما ده كان بيحصل والله. مين اللي كان بيعملها؟ خلاص بقى، ما بلاش بعد كده ترجع تقول لي انت هتتوقف. لا ما اسمعني بس، مش ما انت بتقول حاجات في مناطق. ايوه انا بقول لك ده كان بيحصل، واسال اي حد. يعني احنا مثلا على استاذ ماجد اهلاوي قوي، بدأ بالنادي الاهلي اهو، بسم الله ما شاء الله. فيشوفك مثلا يقول وانت واقف مثلا بتضحك مع 2 3 من اللعيبه، تبص تلاقي ربع ساعه ويقول لك في محاضره. انتوا مش حاسين بالماتش انتوا، فبيزود عليك الضغط خلينا نفك. يعني انت وانت في الملعب بتقول لنا انت عايز ايه، شغلك عايز ايه. وخلي بالك اكتر المدربين دلوقتي المحاضرات ما بقتش على السبوره زي الاول، لان كله بقى شغل في الملعب. ايوه، من خلال الملعب بتيجي بتقول له مثلا انا عايزك تعمل كذا وعايزك تتحرك كذا وعايزك في الملعب. ده اللي هو الايجابي، انت واخد بالك، مش السلبي اللي انت اللعيب يحفظه. تقف كده، تتحرك كده. في ساعه الكوره مثلا ما بتيجي من ناحيه الرايت، يبقى انت بتقطع على القائم الاولاني ازاي، وبتتخطى الراجل المدافع ازاي لو هو حتى راح وسبقك. يعني انت بتبدا تعلمه في الحاجات دي، او الكره اللي عليك مثلا. فكل الكلام ده يبقى فين؟ في الملعب. ولما تيجي بالمحاضره ممكن يبقى نص ربع ساعه 10 دقائق تذكير بس بالحاجات اللي انت في اخر تمرينه اللي احنا عملناها هنلعب بالشكل ده، انك تقف ازاي وتتحرك ازاي، ومش عايز اكتر من كده. دي المحاضره اللي المفروض، وبتقول فيها التشكيل، وبتقول فيها الضربات الثابته، ضربه الجزاء مين اللي هيشوطها كده. بعد كده بقى انت في المعسكر فبتشوف اللعيبه، فلازم تخفف على اللعيبه. تخفف عليهم ازاي؟ مش هقول لك شغل لهم اغاني، مش هقول لك شغل لهم افلام، مش هقول لك شغل لهم ماتش يضغطوا نفسهم اكتر، لا، سيبهم براحتهم خالص. وانت دايما كمدير فني تبقى مبتسم. اللعيبه لما تشوفك وانت عندك الثقه وبتضحك وعامل نفسك ان انت، مع ان انت بتموت من جوه، بس انت قدام اللعيبه هيلاقوا ان وشك بشوش وان انت في ثقه. اللعيبه بترتاح نفسيا. خلي بالك مفيش اسرع من لعيب الكوره. لما بتلاقيك متوتر وخايف ومتكهرب والكلام ده، يقول لك بس يبقى الراجل ده كده احنا كده شكلنا خسرنا، فيبدا الاحساس ينتقل للعيبه. انما لما تلاقي المدرب مش متوتر وبيتكلم كويس وبيضحك بعد كل الشغل بقى اللي هو بيعمله، الكلام ده في الوقت اللي هو فيه براح، اللي انت مثلا بين العشاء يعني بعد التمرين، انت واخد بالك، فيشوف في حته الثقه دي عندك، فيبدا هو يطمن، يقول لك بس مدرب عنده ثقه ان احنا هنكسب. فلازم بينتقل للعيبه الكلام ده.